عارف الإحساس ده يا صديقي العزيز؟ تصحى الصبح حاسس إن اليوم تقيل عليك قبل ما يبدأ، لسه ما عملتش أي حاجة وحاسس إنك مش قادر، وتقول لنفسك هو أنا مالي؟ أنا كنت كويس. استنى عليا بس ثانية يا صديقي العزيز، خد نفسك كده، صدقني أنت كويس. الموضوع كله إن في حاجة بسيطة بننساها كل يوم، حاجة لو فكرت فيها صح هتلاقي نفسك فايق وعندك نفس تكمل. أنا مش جاي أديك وصفات ولا أقول لك تعمل إيه وما تعملش إيه، أنا جاي أقعد معاك قعدة صاحب لصاحب، نتكلم بهدوء عن ليه بنصحى تعبانين وازاي نرجع نحس ان عندنا طاقه نكمل يومنا واحنا مبسوطين. لو حاسس انك مش قادر ومحتاج حد يفهمك، تعال اقعد معايا شويه دول، اخر الفيديو هتحس ان قلبك ارتاح شويه وعارف تبدا منين. شرح الجزء الثاني من كتاب قوه التفكير الايجابي للمؤلف نورمان بيل. مشروبك الجميل اللي انت بتحبه ويلا نغوص في بحر الكتب ونستفيد. اهلا وسهلا بك في قناه اندوري، حيث العلم والمعرفه وتطوير الذات. انا محمد حسام، هنا في القناه بقدم لك شرح الكتب اللي انا بقراها بالتفصيل وباسلوب سهل وواضح، بحيث انك تعيش مع كل معنى وتاخد فوائد القراءه بدون ما تقرا. لو انت من الناس اللي بتحب النوع ده من الفيديوهات شرفنا باشتراك. عارف الإحساس ده يا صديقي العزيز؟ إنك تصحى من النوم وحاسس إنك تعبان قبل ما تبدأ يومك أصلا، تقول لنفسك أنا بقيت كسلان، ما عنديش طموح، ما بقتش زي الأول. بس الحقيقة اللي محدش بيقولها لك، أنت غالبا مش كسلان، أنت مرهق. خليني أثبت لك الكلام ده بحكاية حصلت في ماتش بيسبول في دوري المحترفين. الجو كان حر نار، الحرارة عدت ال 38 درجة. لاعب اسمه فرانك ميلر جري واتحرك لدرجة إنه خسر كام كيلو في الماتش نفسه، تعب وطاقته خلصت وكان خلاص هيقع. بس في اللحظة دي افتكر جملة قوية كان قاريها: اللي بيلجأ لربنا قوته بتتجدد وبيقوم يكمل وهو أقوى من الأول بمراحل. أول ما افتكر الكلام ده بيقول حسيت إن في طاقة جديدة اتولدت في عقلي وكمل الماتش وكأنه لسه بادئ. وهنا خد بالك، مش عضلاته هي اللي اتشحنت، عقله هو اللي اتشحن الأول. وده بياخدنا لنقطة مهمة، احنا بنفكر إن التعب جسدي بس، لكن الحقيقة إن اللي بيحرك جسمك هو عقلك وشعورك. لو عقلك قالك أنا تعبت ومش قادر، جسمك هيقفل على طول. لكن لو عقلك قالك انا لسه فيا نفس، انا قادر اكمل، هتلاقي جسمك بيستجيب وبيكمل معاك. طب السؤال هنا يا صديقي العزيز، الطاقه دي بتجيلك منين اصلا؟ الدكتور نورمان بيقول في واحد صاحبي في امريكا قال لي كلام عجبني قوي. قال لي انا بروح المكان اللي بتعبد فيه كل اسبوع مش عشان العادي، بروح عشان ارجع ارتاح وافوق من جوايا. قال لي ان مصدر كل طاقه في الكون جايه من مصدر واحد، والكتاب بيأكد على المعنى ده، ان المصدر ده بيدي القوه للي تعب وبيزود اللي قوته قليله. الفكره ببساطه زي الربيع، كل سنه بيرجع يجدد الارض بعد ما كانت ميته. نفس الحكايه، كل ما تتواصل مع المصدر ده بصدق بيرجع يجددك انت. لكن لو قطعت الاتصال ده هتلاقي طاقتك بتخلص تدريجيا حتى لو نمت 10 ساعات، زي الموبايل اللي فصلته من الشاحن، البطارية هتخلص حتى لو كانت جديدة. وعشان كده لازم تفهم ان راحتك النفسية اهم من اي حاجة. وعارف مين يا صديقي العزيز اللي فهم النقطة دي كويس؟ توماس اديسون. الراجل ده اعظم مخترع في التاريخ، بس كان عنده عادة غريبة. مراته حكت عنه وقالت انه بيجي من الشغل بعد يوم طويل يقعد على الكنبة ويفرد جسمه وينام نومة عميقة جدا زي الأطفال. ينام 3 ساعات 4 ساعات وأحيانا 5 ساعات، ويصحى فجأة كامل النشاط متحمس ويرجع الشغل تاني كأنه لسه بادئ يوم. ولما سألوه قال جملة واحدة بس: أنا راجل طبيعي. يعني عايش في انسجام مع نفسه، ما عندوش صراع داخلي، ما عندوش قلق بيقتل دماغه. توماس بيشتغل لحد ما جسمه يقول كفاية، وبعدين ينام النوم اللي محتاجها ويصحى يكمل. والحاجتين دول خلوا عقله صافي وخلوا الطبيعة تكشف له أسرار. الدكتور نورمان بيقول معظم الناس العظماء اللي قابلتهم كان عندهم نفس الميزة، كانوا هاديين من جواهم، عايشين في سلام مع نفسهم، مفيش خوف مبالغ فيه، مفيش جلد للذات. ولما دماغك تبقى كده بتبدأ تاخد طاقة من حتة تانية خالص، طاقة مش بتخلص. لكن تعال نشوف الناحية التانية، الناس اللي عندها صراع داخلي من صغرها، الناس اللي عندها مخاوف وقلق على الفاضي، دول بيستهلكوا طاقتهم كلها في الصراع ده، فيصحى الصبح ويحس انه مهدوء حتى لو نايم 8 ساعات. وانا كل ما اكبر بقتنع بحاجة واحدة، العمر والظروف مش هما اللي بيأثروا على طاقتك، اللي بيأثر فعلا هو الصراع الداخلي والبعد عن نفسك. عشان كده هحكي لك قصة راجل كان شمعة منورة في مجتمعه، نشيط فعال والكل بيحبه، وفجأة حصلت له حاجة وقعته على الأرض وبقى ينسحب من كل حاجة كان بيحبها. قاعد في البيت ساكت، قاعد على الكرسي ساعة ورا ساعة وغالبا بيبكي. الدكتور نورمان لما اتكلم معاه فهم ان مشكلته مش الشغل ولا الضغط من بره، مشكلته ان في حاجات متراكمة بقالها سنين ومحدش سامعها، ذنب قديم، خوف من اللي جاي، وكبت وزعل ما اتقالش. كل حاجة من دول بتاكل من طاقته حتة حتة من غير ما يحس، لحد ما حس انه فاضي.
وهنا الكتاب بيحط ايده على الجرح ويقول الطاقة مش بتخلص عشان انت بتشتغل كتير، الطاقة بتخلص عشان انت بتقاوم نفسك. تخيل معايا ان عندك بطارية 100% بس بتصرف منها 80% خناقة مع نفسك، في تأنيب ضمير، في سيناريوهات سلبية بتعملها في دماغك قبل ما تنام. فالطبيعي انك تيجي تعمل اي حاجة بسيطة تلاقي نفسك خلصان. بس اللي حصل مع الراجل ده غير كل حاجة. هو قرر يهدى ويوقف المقاومة ويفتح قلبه انه يسمع. وفي اللحظة دي حس كأن في قوة كبيرة بتسنده وبتقول له قوم لسه فيك نفس. ومن اليوم ده بدأ يتحسن، رجع لشغله ولحياته بس المرة دي وهو مستقر وهادي وعنده طاقة تكفيه. نفس الفكرة حصلت مع راجل تاني كان شخصية محترمة وليها مكانة، بس دخل في علاقة غلط وحاول ينهيها كذا مرة بس الطرف التاني كان بيهدده. ومن هنا بدأ الجحيم. خوف من الفضيحة وإحساس بالذنب خلوه مبقاش عارف ينام، لحد ما راح للطبيب النفسي والطبيب سأله سؤال غريب شوية: أنت بتشارك أوضتك مع مين قبل ما تنام؟ فرد وقال له مع زميلي في الشغل. الطبيب قال له لا، أنت بتنام مع اتنين تانيين خالص، الخوف بينام على يمينك والذنب بينام على شمالك. مفيش حد بيقدر ينام وهو شايل الخوف والذنب على صدره. طب نعمل ايه عشان نحل الموضوع ده يا صديقي العزيز؟ اول حاجه راقب انت بتقاوم ايه بالظبط. بتقاوم شغلك، بتقاوم مشاعرك، بتقاوم نفسك؟ كل مقاومه بتسحب من طاقتك. جرب تسال نفسك كده: انا لو هديت دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ تاني حاجة نظف التراكمات القديمة. اتكلم مع حد بتثق فيه، اكتب اللي جواك، سامح نفسك على اللي فات. تالت حاجة اشتغل في اتجاه الحاجة مش ضدها. لو بتشتغل وانت متوتر وبتقول انا مضطر اعمل ده هتخلص اليوم وانت مهدوء. لكن لو بتشتغل وانت متصل مع الحاجة ديت وحاسس انها جزء منك هتلاقي الطاقة بتجيلك وانت شغال. ورابع حاجة اعمل ريستارت لنفسك اسبوعيا، يوم او يومين من غير شغل، من غير سوشيال ميديا، من غير ناس بتسحب طاقتك. الخلاصة يا صديقي ان جسمك ليه طاقة محدودة، لكن لما روحك تتصل بالمصدر الحقيقي انت نفسك هتعمل حاجات ما كنتش متخيلها. ومن هنا ورايح كل ما تحس انك واقع افتكر انك كل ما تفكر بفكرة قوية بتتولد قوة في عقلك. جربها اسبوع واحد بس، نام لما تتعب، ريح بالك وارجع شوف انتاجيتك هتبقى عاملة ازاي. بص يا صديقي العزيز، وقف معايا ثانية واحدة بس قبل ما تكمل. عنده سؤال بسيط بس إجابته ممكن تغير أول ساعة في يومك من بكرة. مين اللي بيقرر أنت هتصحى مبسوط ولا متضايق؟ الظروف؟ لأ. الناس؟ لأ. الفلوس؟ برضه لأ. أمال مين يا صديقي؟ انت، انت وبس. وده مش كلام، ده كلام نورمان بيل، الراجل اللي قعد عمره كله يفهم العقل البشري ويقول لنا احنا بنشتغل ازاي. خليني احكي لك حكايه بسيطه. مره مذيع استضاف راجل كبير في السن في برنامجه، راجل عادي جدا، لا مشهور ولا غني، بس اول ما اتكلم القاعه كلها سكتت. ليه؟ عشان وشه منور، ضحكته من القلب، كلامه يريح. المذيع سأله: قول لي بصراحة إيه سر راحتك دي؟ أكيد عندك سر. الراجل الكبير ابتسم وقال له: مفيش أسرار ولا حاجة، الموضوع بسيط أوي. كل يوم الصبح أول ما بصحى بلاقي عندي اختيارين، يا اختار أبقى سعيد ومبسوط، يا اختار أبقى متضايق ومخنوق، وأنا كل يوم بختار السعادة. المذيع سكت. المذيع إيه؟ ده الجمهور كله سكت. وهنا هتقول لي يا عم ده كلام سهل. هو أيوه سهل، بس هو ده السر، إنك تختار. طب تعالى نفهمها سوا بهدوء مع بعض. السعادة مش حاجة هتيجي من بره وتقول لك أنا وصلت، مش لما المرتب يزيد، مش لما المشروع ينجح، مش لما الدنيا تتظبط. كل دي حاجات حلوة بس لو مستنيها عشان تبقى مبسوط هتفضل مستني كتير وهتتعب. السعادة قرار بتاخده أنت أول ما تصحى قبل ما موبايلك يسرق. جرب كده الصبح، لو أول ما صحيت قلت يوم تقيل مستنيني، مواصلات وشغل ودوشة، عقلك هيقول لك تمام فهمت، وهيقعد يدور لك طول اليوم على أي حاجة تثبت لك إن اليوم تقيل، وهيلاقي. هتلاقي الميكروباص زحمة، المدير مكشر، عشان انت اللي طلبت كده. بس لو صحيت قلت الحمد لله ان انا صاحي وانا هختار ابقى مبسوط النهارده، نفس العقل هيدور لك على حاجة حلوة تثبت لك ان يومك حلو، وهيلاقي برضه. هيلاقي كوباية الشاي مظبوطة، زميل بيهزر، عامل لطيف، موقف عدى بسلام. انت بتبرمج نفسك كل يوم من غير ما تحس، فاختار البرمجة اللي تريحك انت. وخليني احكي لك عن بنوتة صغيرة كده علمتني درس حلو قوي. مرة ابوها سألها: انت مبسوطة يا حبيبتي؟ قالت ايوه مبسوطة قوي. قال لها طول الوقت؟ قالت ايوه. قال لها ايه الحاجه اللي مفرحاك كده؟ ايه الحاجه الكبيره اللي مخلياك فرحان؟ البنت بصت له وقالت له كلام كبير قوي: مش عارفه يا بابا، بس انا مبسوطه وخلاص، صحابي بيفرحوني ومدرستي بتفرحني، وماما لما تعمل الاكل بفرح، وبابا لما بيلعب معايا بفرح قوي. شايف؟ السعاده مش في الحاجه الكبيره اللي انت مستنيها، السعاده في التفاصيل الصغيره اللي بتعدي عليك كل يوم ومش بتقول الحمد لله. نورمان بيل سأل ناس كتير: ايه اللي بيسعدك؟ واحد قال صوت القهوة وهي بتنزل، واحدة قالت ريحة المطر في الشتاء، واحد قال ضحك ابن الصوت. مختلفين في التفاصيل بس متفقين ان السعادة حوالينا،
بس احنا مش شايفينها. طب نطبق الكلام ده ازاي يا صديقي العزيز؟ تعال احكي لك عن الحامل رقم 42. في محطة نيويورك كان في واحد اسمه راستون يونغ، كانت شغلته الرسمية يشيل شنط الناس، بس هو كان شايف شغلته حاجة تانية خالص، شغلته يوزع راحة. مرة طلبوا منه يوصل ست كبيرة للقطر. الست كانت على كرسي متحرك وعينها كلها دموع وباين عليها الوجع. راستون وهو نازل بقى الأسانسير وقف لحظة وسأل نفسه، أقدر أساعدها إزاي دلوقتي؟ إيه الكلمة اللي تفرق؟ أول ما خرج قال لها القبعة بتاعتك شكلها جميل جدا. الست بطلت عاد ثانية كده وقالت شكرا. قال لها والفستان كمان لايق عليكي جدا. الست اتهزت وقالت بقالي سنين محدش قال لي كلمة حلوة. فقال لها حسيت إنك متضايقة فسألت نفسي أساعدك إزاي، فربنا ألهمني أقول لك الكلمتين دول. وبعدين سألها سؤال، دلوقتي بعد الكلمتين دول حاسة إنك أحسن شوية؟ الست قالت آه طبعا، بس أنا وجعي مش بينتهي أبدا. جربت تحس قبل كده إنك بتتألم طول الوقت؟ راستون رد عليها وقال لها ايوه، انا خسرت عيني من زمان وفضلت اتألم منها ليل ونهار. الست اتصدمت وقالت بس انت شكلك مبسوط دلوقتي، بتضحك ووشك منور ازاي؟ قال لها وهو بيوصلها عند باب القطر، الصلاة يا سيدتي، الصلاة والدعاء فقط. عدت سنة، بنت صغيرة جات له وقالت ماما قبل ما تموت قالت لي اجيلك واقول لك ان انت اكتر حد فرحها في اخر ايام، وقالت انها هتفتكرك على طول. وبعدها البنت انفجرت من العياط، ورستم بس في عينها بحنية وقال لها جملة تختصر كل كتب التنمية البشرية، لا تبكي يا آنستي، لا يجب أن تبكي الآن، يجب أن تصلي صلاة شكر بدل الدموع. البنت استغربت، أشكر ربنا على إيه؟ ماما ماتت. قال لها بحكمة تشكر إنها عاشت معاك فترة طويلة وربتك. ناس كتير جدا أمهاتهم ماتوا وهم صغيرين قوي وما تعرفوش عليهم، وكمان تشكر إنها لسه معاك دلوقتي جوه قلب، هي قريبة قوي منك وهتفضل قريبة. فالبنت وقفت عياط. لطف راستون أثر فيها زي ما أثر في أمها بالظبط. طب هو إيه فلسفة الراجل ده؟ إيه السر اللي مخليه سعيد رغم ألمه؟ تعال نشوف مع بعض. الكتاب بيحكي لنا عن راجل حكيم كان ماشي في الدنيا وهو معاه بطاقة صغيرة في جيبه. ظهر البطاقة دي كان مكتوب فيها وصفة الراحة. عشان تبقى مبسوط خلي قلبك نضيف من الكره، خلي بالك فاضي من القلب، عيش ببساطة وتوقع القليل ود كتير وفكر في غيرك قبل نفسك، وعامل الناس زي ما تحب يعاملوك. جربها أسبوع واحد وشوف الفرق. وانا سمعت حد حكيم قبل كده قال جمله تكمل الكلام ده، مكان ما في حب مكان ما في راحه بال. الخلاصه يا صديقي في 3 حاجات تعملها من بكره، انت اللي بتختار. اول ما تصحى، قبل ما تمسك الموبايل، قبل ما تفتح عينك على الدنيا، قول لنفسك انا بختار ابقى مبسوط النهارده. قوم من السرير وانت بتقول الحمد لله. جربها اسبوع واحد بس وهتلاقي عقلك بدأ يدورك على الحلو بدل الوحش. شوف الناس بقلبك مش بمصلحتك، زي راستون بالظبط، الكلمه الحلوه ببلاش بس بتفرق في يوم بني ادم. وانت نازل الشغل وانت في السوبر ماركت وانت بتكلم صاحبك، اسأل نفسك مين قدامي دلوقتي محتاج يسمع كلمة حلوة تفرحه. امدح بصدق، اسمع بصدق، وصدقني الراحة هترجع لك انت الاول قبل ما توصل. دور على القعدة الحلوة، دور على الناس اللي كلامهم يطمنك، القعدة اللي تقوم منها مبسوط وانت مش ندمان على الوقت، المكان اللي يرجعك لنفسك بدل ما يهربك منها. تعال اقولك على تجربة صغيرة تعملها من بكرة. اول ما تنزل من بيتك بص في اول 3 اشخاص تقابلهم وابتسم. قول للمدرس شرحك فرق معايا، قول لزميلك شكلك حلو النهارده، اسأل صاحبك انت عامل ايه دلوقتي. كلام بسيط بس هتلاقي يومك كله اتغير، هتلاقي الناس بترد عليك بحب، هتلاقي قلبك خاف. جربها وارجع قول لي انت اللي هتتبسط قبل اي حاجة. السعادة مش انك تهرب من الدنيا وتقفل على نفسك، السعادة انك تلاقي نفسك وسط دوشة الدنيا وتعرف تختار. فبكرة الصبح لما المنبه يرن هتختار ايه؟ هتدور على الناقص وتجلد نفسك، ولا تشوف الموجود وتقول الحمد لله؟ الاختيارين في ايدك والزرار معاك انت. جرب كلام راستون مع اول شخص تقابله، ابتسم، قول له كلمة حلوة، اسأله انت عامل ايه وانت فعلا مستني الإجابة، وارجع وقول لي في التعليقات مين اللي اتبسط اكتر، انت ولا هو. هتلاقي الإجابة احنا الاتنين، لأن السعادة الحقيقية يا صديقي العزيز مش انك تنسى تعب، السعادة الحقيقية انك تلاقي نفسك وسط التعب. وبكده يكون خلصنا الجزء الثاني من كتاب قوة التفكير الإيجابي. لو عجبك الفيديو شاركه مع أهلك وأصدقائك ودعمنا بلايك عشان يساعد في انتشار الفيديو لأشخاص أكتر. ولو عايز تكمل معانا وتستفيد أكتر يشرفنا اشتراكك في القناة، وأشوفك في الفيديو القادم مع معلومة جديدة ممكن تغير حياتك للأفضل. سلام عليكم.